سلام الغزالات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اول حاجه مرحبا بكم في القناه ديالي سالي فلوق. كنتمنى ان شاء الله تكون هذه القناه زوينه وتنال الاعجاب ديالكم، يا رب نكون خفيفه وظريفه على قلوبكم. الفيديو اللي جبت لكم اليوم مختلف عن الفيديوهات، وهي عباره عن وصفه ديال الشعر. ما شاء الله كتجي غزاله ومجربه، وبدا كندير هذه الوصفه هذه عندي دائما كنديرها، وبغيت نشاركها معكم. قلت علاش لا ما نعطيكمش هذه الوصفه قليله خفيفه، يعني ما فيهاش مكونات كثيره. فيها الحنه، 2 معالق ديال كبار ديال الحنه. المهم على حسب الشعر، اللي عنده الشعر قصير واللي عنده الشعر طويل تقدر تزيد الكميه. واحد ليبطون كنديرو في الماء طايب، غادي نخدم نديرو في الماء سخون، الماء سخون يعني طايب باش كيطلق هذاك اللون ديالو زوين. ليبطون كتعرفوه مغذي زوين للشعر، وكيقوي الشعر. العكار الفاسي، هاد النوع هذا فيه هو فيه انواع كثيره. انا كناخذ هذا من هذيك الجمعيات زوين، واخا ولكن واخا فيه شويه مهم من بعدا كيخدي. كندير هاد العكار الفاسي، مع 2 معالق كبار ديال الحنه قلت لكم، مع ليبطون. الكاس كنديرو عامر على حسب باش يروي لي الكميه الكافيه ديال الحنه. انا ما كنت ديجا درت منه، بقى لي شويه، ولكن واخا هذاك راه كافي، ما راه قادي حاجه. هاد الوصفه هذه انا كنديرها هذه شي 5 سنين ولا 6 سنين. سبحان الله العظيم الشعر كيرجع الشعر قوي، وكتعطي واحد اللون واعر في الشعر، واحد اللون ديال اكاجو واعر واعر والله. صدقوني جربوها وغتعجبكم، والشعر ما كيبقاش يطيح بهاد الوصفه. ولكن غديروا نفس الطريقه ونفس الوصفه، ما تغيروش. والله الا كتعطي واحد اللون زوين للشعر، كيولي الشعر قوي، كيبان دائما كتلقاه كثير حتى البلايص اللي خاويين كيتخلفوا. ان شاء الله يا ربي تعجبكم هذه الوصفه وجربوها، وردوا عليا الخبر، وخليوا لي شي كومونتير يكون زوين ويكون محفز باش يزعمني دائما نعطيكم وصفات. راه عندي وصفات كثيره ان شاء الله، وغادي نشاركها معنا من القدام ان شاء الله، غنشاركها معكم. وحتى الدقائق ما غاديش نبقى ندير فيديو طويل، غندير غير فيديوهات قصارين باش الانسان ما يملش. راه بنادم ما بقات عنده كان هذا الفيديوهات الطوال، انا نبقى ندير لكم فيديوهات قصار. ان شاء الله يا ربي يعجبكم، ولا عجبكم خليوا لي شي كومونتير يكون زويون، وردوا عليا الخبار هاد الوصفه اللي جربتوها. يعني النتيجه صدقوني النتيجه 100% ناجحه 100%. انا هذيك العكار الفاسي زدت فيه شويه الماء باش تلقري، باش شللت ديك القرعه اللي باقي فيها، حيت هاد القرعه هادي راه كدير 2 مرات، يعني ما فيهاش يعني ماشي، ولكن واحد النتيجه شنقول لك مبهره، النتيجه مبهره والله. صدقوني جربوها. كما هاي انتم شفتوا الشكل ديالها كي كيولي. انا كنصايبها بيدي لان كنت دايره المعلقه، ورجعت حيدت ودرت استعملت اليد ديالي، طلقتها مزيان ولا رطبه ولينه زعما في اليد صافي، وكدهن بها شعرك. تقدر تخليها تبات بها الليل كامل، تقدر ديرها ساعتين حتى ل 4 سوايع. شوفي انت شحال بغيتي ديال الوقت ديري، وصدقوني النتيجه راها غتصدموا من هذه النتيجه، واعره واعره والله. ان شاء الله يا ربي يعجبكم هذا الفيديو. ما تنساوليش الكلمه الشهيره ديالتي، وهي البصمه البصمه يا حبايبي. ان شاء الله يا ربي في فيديو قادم ان شاء الله نعطيكم هذه وصفه اخرى ديال الحنه، يعني حتى هي وصفه زوينه والنتيجه مبهره كما قلت لكم، وغتعجبكم ان شاء الله. يلا لا عجبكم هذا الفيديو بارطاجوه للاحباب والاصدقاء باش تعمل فائده. يلا باي باي، مع السلامه.